انطلقت المقابلة على الساعة 8:30. مثل الجزائر في هذه المقابلة سربح في حراسة المرمى مرزقان، مجادي، قريشي، قندوز، منصوري، عصاد، شبال، بن شيخ، زيدان، تلمساني، دحلب، بلومي وبوربو. يظهر الفريق الوطني بلباس أخضر. بعد دقائق لجس النبض انطلق الفريق الجزائري كعادته منسجما، واستطاع بفضل الأجنحة خاصة عصاد أن يهدد مرمى فريق ليون. لكن الشيء الذي لم ننتظره هو الهدف المفاجئ الذي سجله الفريق الفرنسي على إثر خطأ من الدفاع. الهدف تسجل عن طريق كايزا رقم 10 في صفوف فريق ليون. وهذا هدف فريق ليون. بعد تسجيل هذا الهدف استطاع الفريق الجزائري أن يضغط على خصمه وأن يضيع عدة فرص للتسجيل، خاصة في الدقائق 11 و12 وال20 وال25. وهكذا استمر اللعب على هذه الوتيرة وبهجومات مظفرة للمنتخب الوطني. استطاع بعدها اللاعب زيدان، وبعد تمريرة ذكية من دحلب، وهذه هي اللقطة، بعد ركنية نفذها عصاد وتمريرة هذه الهدف من زاوية أخرى، وتمريرة من دحلب زيدان يسجل الهدف الأول، وهذا في الدقيقة 42 من الشوط الأول. وهكذا ينتهي الشوط الأول بنتيجة متعادلة هدف لهدف. في الشوط الثاني استطاع المنتخب الوطني أن يسيطر سيطرة تامة على خصمه، لكن سوء الحظ وعدم التحكم في الأعصاب عند التسديد ضيع للفريق الوطني عدة أهداف. وانتظر الجمهور الغفير، خاصة الجمهور المغترب الذي جاء بقوة إلى ملعب ليون ليشجع المنتخب الوطني وليتعرف عليه. استطاع المنتخب الوطني أن يسجل هدفا رائعا عن طريق بلومي، وهذا في الدقيقة 30 من الشوط الثاني. عصاد ثم بلومي بضربة رأسية يسجل الهدف الثاني. انتهزنا هذه الفرصة لطرح بعض الأسئلة على السيد محي الدين خالف. سيد محي الدين خالف، كيف كان ما هو الانطباع نتاعك بعد انتهاء المقابلة؟ على كل حال مقابلة اليوم كانت مقابلة شيقة، وكان المستوى عالي بالنسبة للمقابلة الأخيرة اللي جريناها في جنيف أمام باسيا. واليوم الفريق الجزائري ظهر وجه متحسن بالنسبة أولا اللياقة البدنية وكذلك في التنسيق، وفيه على كل حال بعض النقائص في التسجيل. مازال مش هداف لا ماشي الهداف، لا مازال ما نحصلوا على التسجيل. فيه فرص كثيرة وأهداف قليلة، لكن أنا نظن شيئا فشيئا فالفريق فيحصل على انسجام قوي ويحصل على وجه حقيقي، ونظن بلي لهنا الكأس العالم يكون في أحسن تحضير ونحصلوا على النتائج بالنسبة لتسجيل أهداف، حصلوا على نتائج ملاح. محي الدين، اليوم لاحظنا غياب ماروك ودخول دحلب اللي جرى أول لقاء مع الفريق الوطني اليوم. فيه بعض اللاعبين نتاعنا اللي راهم مصابين بالجروح كماروك وفرقاني
كويسي ومتجر. واليوم حضور الدحلب هنا كان منتظر، لأنه بعد ما انهى كأس فرنسا التحق بالمجموعة هنا في طرابلس، ولازم لنا باش نجربوه، ماشي نجربوه يعني يكون في القائمة باش يحضر روحه. ونظن هذا الشيء أكدوا اليوم في الشوط الأول. في الشوط الأول شفنا يعني رغم يعني بالنسبة للياقة البدنية كان شوية مازالوا نقص، لكن نشوفوا باللي مازالوا دحلب نعرفوه.